فرنسا سواء بداخلها وسواء بالقارة الأفريقية. الآن لابد أن نتكلم عن الاتحاد الأوروبي الذي على ما يبدو استيقظ بعد أن ورطته فرنسا، واليوم يريد إنقاذ ما يمكن إنقاذه. مسؤول أوروبي واتصال هام جدا مع ناصر بوريطة، فماذا جاء فيه؟ أجرى بوريطة اتصال هاتفي مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع أوليفر فاريلي، ونشر الحساب الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على موقع تويتر تغريدة بشأن هذا الاتصال الهاتفي، واصفا إياه بالمثمر والبناء. وكشف الحزاب ذاته أن بوريطة وفاريلي اتفقا على مواصلة المباحثات بمناسبة الزيارة المرتقبة للمفوض الأوروبي إلى المملكة المغربية خلال شهر فبراير المقبل. للإشارة، كان هذا الدبلوماسي الأوروبي قد قام بالفعل بزيارة رسمية إلى الرباط في مارس الماضي، حيث التقى بالإضافة إلى ناصر بوريطة مع وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت ووزير الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي. ومن هنا نعلم أن المغرب وافق على استقبال هذا المسؤول الأوروبي الذي أرسله البرلمان الأوروبي. وإن دل على شيء، البرلمان الأوروبي اليوم يريد تصليح هذا الخطأ الذي حدث بسبب فرنسا، ألا وهو القرار الأوروبي الذي تم توجيهه دون أي وجه حق. هذا كانت تفاصيل اتصال ناصر بوريطة مع المسؤول الأوروبي. الآن لابد أن نرى قراءة تحليلية حول خلفيات القرار الأوروبي. محلل تونسي يتفاعل مع القرار الأوروبي حول المغرب. ندد المحلل السياسي التونسي محمد نجيب ورغي بقرار البرلمان الأوروبي، معتبرا إياه بأنه قرار كان مخيبا للآمال إلى حد بعيد ومفاجئ ويتعدى بشكل خطير صلاحياته. وعبر المحلل بتصريح وكالة المغرب العربي للأنباء عن أسفه من كون البرلمان الأوروبي بتركيزه على الحشو وإخفاء جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تعتبر أوروبا مسرحا لها، اختارت طريق الخطأ، مسار التدخل. ووفق المدير السابق لوكالة الأنباء التونسية، فإن البرلمان الأوروبي فضل طريق الإساءة للمغرب وصورته ومؤسساته والدوس على المعايير المعترف بها دوليا لفائدة الادعاءات الكاذبة والزائفة. وتساءل لماذا ركب الاتحاد الأوروبي عبر مصداقيته وباستخفاف مقلق على قرار يستند إلى حقائق لا أساس لها، مع السعي إلى تقويض استقلال العدالة في المغرب. ليضيف: ولا شيء يمكن أن يبرر هذا الهروب إلى الأمام المتهور وفق هذا المتخصص في العلاقات المغاربية والأورو متوسطية سوى إرادة أولئك الذين يقفون وراء هذه المبادرة غير البريئة للإساءة إلى دولة ذات سيادة وسلطة قضائية مستقلة، الذي ميز على الدوام بين الحريات العامة وانتهاكات حقوق الإنسان. ولاحظ المتحدث أن الأمر يتعلق بسلطة تأخذ بعين الاعتبار متطلبات حماية حرية التعبير والصحافة وضرورة مكافحة جميع أشكال الاعتداء على كرامة الإنسان. ومن الواضح وفق المحلل التونسي أن البرلمان الأوروبي ومن خلال إخفاء مجريات بعض المحاكمات العادية المتعلقة بقضايا الاغتصاب والإتجار بالبشر واستغلال هشاشة الأشخاص التي يستفيد المهتمون فيها من جميع الضمانات، لا سيما المحاكم العادلة، يلعب ورقة استغلال هذه المحاكمات لأهداف أخرى غير معلنة. وعبر المتحدث وهو أيضا رئيس تحرير سابق للمجلة التونسية ريالتي وصحيفة لا بريس عن أسفه من كون هذا يتناقض قبل كل شيء وبشكل صارخ مع المعايير الدولية، وفي هذه الحالة مع مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة باستقلال العدالة. ومن ثم يقول المحلل: لا يمكن فهم هذا القرار إلا من زاوية التدخل غير المبرر في المنظومة القضائية لدولة ذات سيادة، والانتهاك لا يتمتع أساسه بأي مصداقية. وأضاف أن هذا القرار ينطلق من استخفاف خطير من قبل مؤسسة دست أنفها بالشؤون الداخلية للمغرب وتبحث عن زرع الشك والخلط بين الدفاع المفترض عن الحريات العامة
والمحاكمات العادية التي جرت في ظل التزام صارم للقوانين والإجراءات. وأوضح أنه بالإضافة إلى الرغبة في التوظيف المجاني لقضايا لا تدخل ضمن صلاحياته، أبان البرلمان في هذه الحالة عن تناقض بين الأحداث الواقعية والافتراضات الخاطئة التي كانت ركيزة تبني قرار لا أساس له. وما يثير القلق، يضيف المتحدث بالإضافة إلى تشويه الحقيقة حول المحاكمات التي جرت في ظل التزام صارم بالقانون والضمانات الدستورية، يقول المحلل: هو منطق التدخل هذا الذي يحرك